ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل حاله سريع كده، حاجه كده ما بتاخدش وقت خالص، اقل من ربع ساعه تبقى محضراها. سميها بقى فطيره باللبن، سميها زي ما تسميها، بس عايزه اقول لك طعمها جميل جدا، ما بتاخدش وقت خالص زي ما قلت لك. بس بجد طعمها مميز جدا، وهقول لك على حاجه هتضيفيها عليها هتودي طعمها في حته تانية خالص. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي. اول حاجه كده معايا لفه جلاش، سواء معاكي الجلاش بقى متقطع، كانت متقطعه عندك وسايباها في التلاجة كده، هتنفع معاكي في الوصفه دي جدا. معايا لفه جلاش حوالي نص كيلو كده، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها شرايح بالسكينه. وابتديت ايه بعد ما قطعتها كلها، مسحت الصينيه بتاعتي مسحه من السمنه كده، مسحه محترمه من السمنه. وبعد كده ايه ابدا ايه اضيف في ورق الجلاش زي ما انتوا شايفين كده اللي متقطع، واحاول كده تفرغيه من بعضه وترصي في الصينيه بالتساوي. عندك كده اي لفه جلاش متقطعه منك شايلاها في الفريزر كده، طلعيها واعملي الوصفه دي، بجد ما بتاخدش اي وقت خالص. بجد لو جربتيها هتعجبك جدا. يعني اي وقت كده عايزه تعملي حاجه حلوه سريعه، جربي الوصفه دي. اهو بعد ما قطعت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده، ابدا بقى ايه افرغ الورق بايديا كده زي ما انتوا شايفين، وابدا بقى ارص في الصينيه بعد ما اديتها مسحه من السمنه. الفرن طبعا مسخناه من قبلها على درجه حراره 200. الصينيه بتاعتك بقى مقاس 26، مقاس 28، مقاس 30 هتنفع معاكي. كل ما تصغري في الصينيه كل ما يبقى حجم القطعه مرتفع، بس انا بالنسبه لي الحجم ده مناسب جدا. لو وصلت بقى معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسيش اللايك الحلو منك والكومنت عشان ارحب بيكي، والاشتراك طبعا في القناه. اهو كده بعد ما وزعتها كويس بالصينيه كده، اديها ضغطه جامده بايدي كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تضغطي عليها كويس جدا. معايا هنا نص كوبايه من السمنه، ممكن تحطي نصها زيت ونصها سمنه على حسب ما انت عايزه، هي تنفع في الحالتين. هنا نص كوبايه من السمنه ضفتها كده على الوش، وابدا اوزع ايه السمنه كويس جدا على الجلاش كده، عشان كل قطعه في الجلاش تشرب من السمنه. كل اللي استخدمناه نص كوبايه من السمنه. خلاص بقى دخلتها الفرن كده زي ما انتم شايفين. هنا معايا كوبايتين من اللبن، هضيف عليهم ظرف كريم كراميل ونص كوبايه من السكر، مش هضيف اي حاجه تانية. هدوبهم كويس جدا وهرفعهم على النار لحد ما يغلوا معايا، يكون الجلاش طلع معايا وهو سخن والجلاش سخن. اهو كده الجلاش بعد ما طلع معايا من الفرن، ابدا بقى ايه اضيف الخليط اللي احنا عملناه. بجد الكريم كراميل اللي بيودي لصينيه الجلاش دي في حته تانية خالص. حابه تستغنوا عني، ضيفي نص كيلو من اللبن. اهو ضفت كده، وجبت بقى الكيس اللي هو بتاع الكريم كراميل ده العسل، وابدا ايه اضيف على الوش كده. هسيبها بقى شويه كده، لازم اغطيها عشان ايه تبقى طريه معايا. وجبت رشه من جوز الهند كده، وابتديت ايه اضيفها على الوش. بجد طعمها مميز جدا. بصوا بجد مش قادره اقول لكم طعمها جميل قد ايه، وطريه جدا جدا. اتمنى بقى تجربوها بنفس طريقتي. يا ريت بقى لو عجبتكم الطريقه ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.